السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد. لا تنسوا تعملوا لنا لايك اشتراك. يلا ندخل. حبيبتي وعمري وآمرتي وبكرة اللي مدد إيديه يا قصري وبيتي وجزرتي وحلم قدرت أوصل ليه وقالوا الشعر عن خولة وكتبوا في سحرها دواوين وأنا وخولة بقينا البعاد في دنيتنا سوا عايشين. يا أخي اكتب على جوجل، ضيف الكلمة الاسم، فعل الصوت تسمع. والله فعلا أنا عم بنطق الاسم خطأ. عدل، حرام عليك، صوتك جميل. ليش تدخل نفسك بأشياء تأذي مسيرتك الفنية؟ أنت ممكن تصير مطرب كبير بعد زمن يعني إن شاء الله، وجودة صوت حلوة كتير. استمر بس إذا في اسم جديد عليك أو أنت مش قاري من قبل ابحث على جوجل يا أخي، ابحث على جوجل. لا تغني أسامي الناس غلط. أنا متأكد إنه الشخص اللي طلب منك تغني على الاسم ندم، مش حيعيدها تاني. اسم ممثل توم كروز. اسم لاعب ميسي. شو اسم النبي شفتوا اغنية لهيفا وهبي راقب خد صاحبك عني. اسم فريق برشلونة. مواليد النبي شفتوا شلون كلهم كفار كلياتهم كل المذيعين في 2025 صاروا هيك، بس بدهم اي دراما في الفيديو، اي واحد عم يسب واحد عم بيضرب المذيع واحد، المهم نجيب مشاهدات يا شباب، نحكي على اي شيء ونخلي الناس يضربوا بعض في الشارع. وفي فيديوهات اسوأ نفس هذا النظام يعني. طبعا هو بيختار الناس اللي ما بتعرف عشان التعليقات كلنا راح ندخل نسب ونحكي عليه. هذا شيء غلط طبعا، لا حدا يدخل يسب على الناس. انت المفروض اذا انت عندك علم تعطي غيرك المعلومة، تعرف غيرك على المعلومة، حتى ممكن يستفيد هو مع الايام بالمعلومة، ممكن الله يهديه يعني، ما بنعرف صح ولا انا غلطان. ولما ما ينفعوك في السؤال ما يجاوبوا عليك، انت اعطيهم الاجابة عشان يتعلموا في المستقبل. لا بس هو الفيديو كوميدي حلو، انا الفيديو عجبني بصراحة وواقعي جدا. هذا واحد صاحبنا يا شباب راح عند الحلاق، طبعا اعتقد انهم يمنيين من اللهجة، قال له طلعي اريدك تزيني، زيوني الالماني. انا ثم انا بعدين العالم بعدي اسمي تاج الكل شي تاج. لا ليمون لا، ليمون لا، ليمون لا، ليمون لا. سريع أنا سريع الأمام جبهة. سريع معلم، خلص هو بده يموت سريع، لسه عندي تعذبني وشوي شوي تنهي حياتي. لا سريع نخلص. اختراع جديد هلا 2025 تروح عند الحلاق تتعذب. انا بروح عند حلاقين يا شباب والله ما بشوف هاي الاشياء. منين بيطلعوا لنا هذول الناس؟ عشان الترند بيدمروا روس الناس. ليمون يا رجل احترم النعمة، لو فيها فايدة ليش ما فيها فايدة ليش. صار يبكي في اخر الفيديو، صار يبكي دموع نزلت. والله اعرف انك صرت جميل يعني، بعد الفيديو صرت اكثر جمالا. انت جميل طبعا، بس قصدي بعد المونتاج هذا اللي عمل لك اياه، لانه هذا مونتاج مستحيل هذا يكون حلاقه، هذا مونتاج جرافيك ديزاينر. في النهايه زي ما انت ما صرت جميل ابدا، صرت الاصلع الباكي، اصلع وعم تبكي كمان فوق. تعال جرب الكلام افغم. طيب هي شو فيها؟ افغم كمان. قبل ما افهم هي شو الخلطه لقب فهمنا. هاي الخلطة السحرية افغم. لا يكون فيها ابو عصام ولا شيء. يا باطل شو الوضع؟ شيف فيها سماق يا سماق بلدي وحد كمان زاكي قد ما قلت لك زاكي. يا سلام تعال خذ لا قوة هات والله يا جماعة بنصحكم روحوا لعند غماس بلدي وذوقوا، إذا بتبطلوها ما بكون اسمي أبو غالب. هي الفترة هذول الفنانين دمروا شوي، صاروا يعملوا اعلانات لمطاعم، يعني مش مطاعم 5 ستار، كمان مطاعم هيك شاورما ولا اي شيء. يعني ارحموا عزيزة قوم زل يا شباب، هذا ابو غالب عم تعملوا له اعلان شاورما. طبعا الفنانين السوريين انظلموا كثير بالحرب، ما كان عندهم اعلانات، ما كان عندهم ترويج جيد. بتمنى بالمستقبل يصير عندهم ترويج افضل ويتقدموا من ناحية الاعلانات، يعملوا اعلانات للشركات للتلفزيون وكذا، ما يعملوا اعلانات هيك يعني بتحسها اعلانات رديئة. بصراحة انا صريح معكم، انا هذا الاعلان انا ما بعمل اعلان ما يكون واضح لهالدرجة. خاص جايبني بتاكلني سندويشة يلا سوي اعلان، وهيك يا اخي وين الفكرة؟ وين
الكرياتيفيتي يا اصحاب المحل، الله يرضى عنكم طوروا شوي. والله هو ابو غالب جيد والاكل جيد مبين، الاكل رائع مبين المنظر صراحه. نتعلم من غيرنا، في ناس كثير عندهم ترويج وعندهم اعلانات. شركه بلبن، شوفوا الشركات الثانيه كيف طورت نفسها من ناحيه الاعلانات بشكل قوي جدا. اعلانات هي قديمه وصارت ممله بصراحه. انا شخصيا لو شفت هيك اعلان ما راح اروح على المطعم، ما في شيء جذاب في المطعم، لازم الاعلان يتطور عن هيك. ادفعوا لي انا بجي بعمل لكم الاعلان. هذا كذاب منتهي. نصدقه بعد حنا؟ هذا كذاب. الغرب يا شباب، المانيا، السويد او بلجيكا، كبار السن بعد ما بيتقاعدوا يا شباب بصير عندهم حالات نفسيه كثير. طبعا بتعرفوا انتم اكيد شفتوا هاي الاشياء. فمن حالاتهم النفسيه يا شباب انه هن ببلشوا يراقبوا الناس، يعني مشاكل كثير بيعملوا. بتعرفوا انتم الكارنز هدول، تكون ست كبيره وشعرها قصير وعنصريه وهيك. في منهم انواع بس مختلفه ومميزه جدا. النوع اللي راح نشوفه هلا اسمه نوع المخالفات المروريه. Dieser Mann hat eine Mission. Andreas Schwiede jagt in seiner Freizeit Falschparker. Also wenn wir noch einen Spiegel dazu nehmen, bleiben jetzt vielleicht so 60 cm. Also mein Fahrradlenker ist 63 cm breit. Das heißt also, der Platz reicht hier nicht. Er ruft die Polizei. Schönen guten Tag, Schwiede. Ich bräuchte jemand für eine VWH und zwar in Mariendorf, die Großbärenstraße. Und dort parkt ein Pkw auf dem Radweg. Andreas Schwiede ruft bei seinen Kontrollgängen in der Regel 5-mal die Polizei an. Die sind verpflichtet, jeder Anzeige nachzugehen. والله هذا الرجل لو كان عندنا بالشرق الاوسط كان انجلط، كان صار معه ازمه قلبيه من ورا شو، من ورا الناس اللي صافين فوق بعضها والناس اللي ما بتعرف شو يعني اساسا قانون الدراجات وشوارع للدراجات وشوارع للمشاة وشوارع للسيارات. اذا انت بتعمل هذا الشيء لصالح بلدك، تحسن بلدك، تطور بلدك، هذا الشيء ممتاز. قول الحمد لله انه ما عندك جار مثل هذا. بس يا شباب هذا كان كل شيء عنا لليوم. الفيديوهات عم تصير قصيره شوي، لكن عم بحاول اطور بالمحتوى من ناحيه الديكور. شايفين انتم الديكور رايح فيها على الاخر. ان شاء الله مطور شوي شوي. واهم شيء الصوت، انا حابب اطور الصوت لانه الصوت عندي في مشاكل كثير بالصوت. ان شاء الله راح نطورها باذن الله. خبروا حبايبكم عن القناه يجوا يشتركوا فيها. اهلين وسهلين، صب لهم شاي وقهوه. بس كان معكم اخوكم ابو حلب. لا تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك. والسلام عليكم.